سيد الناصر إبراهيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، أنا أريد أن أضع الأصبع على الداء. نحن في هذه اللحظة نعيش معضلة ومأساة. هذه المأساة تتمثل في تكفير بعضنا بعضا، وما كنا نصل إلى هذا لو أننا وضعنا في الاعتبار منذ البداية ونحن مؤسسين وواضعين لدستور الجمهورية الجديدة أن الدولة المدنية تقتضي أولا وأساسا الفصل التام والعضوي بين الدين والسياسة، ونحن ما زلنا داخل هذا الأخطبوط. وقد لاحظنا ونحن نناقش فصول هذا الدستور كيف أن البعض يواصل المتاجرة بالدين ويواصل دغدغة العواطف، حتى أنهم إذا كسدت بضاعتهم ومعناها لم يجدوا أي سبيل لمواجهة خصومهم السياسيين لا يترددون في نعتهم بأنهم علمانيين، في نعتهم بأنهم كفار. ونحن الحقيقة هذه راهو مناش نعيش فيها هنا في المجلس فقط، رانا نعيش فيها في الجهات متاعنا. راهو في الجهات متاعنا كل من اختلف مع من يتصرف في السياسة ويقوم بالسياسة باسم الدين، كل من اختلف معهم معناها فهو كافر. هذا إرهاب. لمعالجة هذه الظاهرة هنالك إجراءان. الإجراء الأول أن هذا النائب عليه أن يعتذر صراحة وبدون مواربة، والإجراء الثاني يجب أن يتضمن هذا الدستور معناها تجريما واضحا لكل من يكفر، وخاصة الفصل بين السياسة والدين. ما نجموش نعملوا حزب سياسي يدعي كذبا أنه مع الدولة المدنية، ولكن قواعده وثقافته معناه تروج للتكفير. وقد رأينا كيف أن الشهيد شكري بالعيد معناها اغتياله تم التمهيد إليه داخل هذا المجلس من قبل السيد الوزير الأول الحالي السيد علي العريض بعد أحداث سليانة، عندما قال أن شكري بالعيد يجب أن يقف عند حدوده. إذا استهدفه مباشرة. أنا أدعوكم أن تقفوا أمام ضمائركم وأن تحموا البلاد، لأن البلاد على شفا حفرة من الانزلاق، وإني أنبهكم إلى هذا الخطر. والسلام عليكم ورحمة الله.